الإعلامية شيماء جمال مشيت ورا قلبها ونسيت إن هو راجل متجوز، واتنازلت عن حقها، وافقت في الأول إن يتجوزها عرفي في السر. هي اللي فتحت باب الشيطان إنه يدخل حياتها من الأول. طالما انت عايزة تتجوزي رسمي، كنت من الأول رفضتي لما عرض عليكي الجواز في السر. كمان انت رخصتي نفسك، عايزاه هو يغليكي. كمان في حاجة مهمة، الإعلامية شيماء جمال غلطت لما هددت جوزها، وغلطت أكتر لما اديته الثقة والأمان. هقول لكم حاجة صغيرة، ينفع حد يضربكم بالقلم على وشكم وهو بعيد؟ الضربة والغدر والوجع مش بيجي غير من أقرب الناس، فخلي في مساحة شخصية ما بينك وما بين الناس، واعرف إنهم بشر مش أنبياء. ولكل بنت بتسمعني، لما تختاري شريك الحياة قبل ما تبصي لفلوسه ومنصبه، بصي الأول أخلاقه ودينه وإنسانيته، لأن هو ده اللي هيكمل معاكي للآخر. ولكن مهما كان اللي قلته، مفيش أي مبرر إن حد يقتل حد بالبشاعة دي. ربنا يرحم الإعلامية شيماء جمال، وتكون قصتها عبرة لكل بنت بتسمح لنفسها إنها تتجوز في السر.